القرآن فيه خطأ، وبسبب الآية دي ملحدين كتير بيهاجموا الإسلام، بيقولوا لو كان القرآن كلام الخالق فمستحيل الخالق يغلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآية هنا معناها واضح وصريح، كل كائن حي بيعتمد على المية علشان يعيش. لكن الفترة اللي فاتت تم اكتشاف ان حيوان اليربوع او الجربوع الصحراوي ما بيشربش المية، ولو شرب المية بيموت. طب ازاي وده مخالف لكلام ربنا؟ دي النقطة اللي أعداء الإسلام مسكوها وفضلوا يتكلموا عنها سنين. لكن من فترة تقرير في جامعة بريستول البريطانية من علماء أجانب وغير مسلمين أثبت إن اليربوع ما بيشربش مية، لأن جسمه نفسه مصنع مية، فهو بياخد الأكسجين من الهواء اللي بيتنفسه والهيدروجين من النباتات والبذور اللي بياكلها، وبيكون مركب H2O اللي هو المية، واللي بيستخدمه في كل العمليات الحيوية داخل جسمه. فحطها قاعدة بعد كده، القرآن ما فيهوش حرف واحد خطأ، ولو في يوم القرآن عرض العلم فالعلم أكيد هو اللي غلط. صلوا على النبي في الكومنتات ولايك واشتراك، واستنوا الجديد علشان كله مفيد.